السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤخرا بقى في هوس عند كتير جدا من الناس بحاجة اسمها المأكولات والمنتجات الآسيوية. والمنتجات الآسيوية يعني ماليزيا وأندونيسيا واليابان وكوريا ودول تانية كتير، والشركات بقت كتير والمنتجات بقت أكتر وبقى منتشرين في كل حتة في العالم. وأنا شخصيا بعرف ناس الموضوع وصل معاهم لمرحلة الإدمان. أذواق، كل واحد وذوقه في الأكل. وده في حد ذاته حاجه كويسه جدا، لان كل ما الشركات كترت كل ما المنافسه زادت وكل ما المشتري كان هو المستفاد، سواء في السعر او في الجوده او في الطعم. ولو رجعنا بالذاكره لورا هنلاقي ما كانش فيه غير منتج واحد بس هو اللي كان معروف ومنتشر ومسيطر، وطبعا المنتج ده هو اندومي. وملحوظه بس كده على السريع، اندومي يا جماعه اسم شركه مش اسم اكله. واندومي يا جماعه هو اسم متقسم لجزئين، الجزء الاول هو اندو وده اختصار لكلمه اندونيسيا لان المنتج اندونيسي، والجزء الثاني هو مي وده معناه بالاندونيسي يعني شعريه. وما ينفعش نكون في مصر بنتكلم عن المنتجات الاسيويه وما نزورش المكان ده. السلام عليكم. You speak Arabic? It's content for YouTube, okay? ان شاء الله. اسمك ايه لو سمحت؟ محمد. حبيبي محمد. سؤال، لو في شخص أول مرة يجي المكان، إيه أكتر حاجة تنصحه بيها وتبقى عارف ومتأكد إن الحاجة دي لما يجربها هيحب كل المنتجات الآسيوية؟ ممكن اكتر حاجه بياخدوا المصريين ده طابوكي. تابوكي، اسمها تابوكي. أوكي، ده المصريين، دي أكتر حاجة معروفة وأكتر حاجة بيجربوها. أوكي، طيب والأندونيسيين أو الماليزيين أو ممكن بياخد حاجات فريش كده، حاجات من الحاجات الفريش اللي زي كده. سمك، شريمب، الحاجات دي كلها. طيب خش بقى على المنتجات اللي بيجربوها المصريين. ممكن لو اندونيسي ده ياخد من هنا، ياخد الحاجات دي. المصريين عارفين الحاجات دي، حاجه كويسه جدا والله ما شاء الله. هم فين بقى التابوكي؟ الطابوكي في ده انستان، ممكن تاخده في مويه ده فليفرز مختلف يعني. اوكي. وفي الصوص بتاعه طابوكي، ده الصوص بتاع التابوكي. لو فريش في هنا. اوكي، ده الفريش بتاعه. تمام، ده اكتر حاجه الناس بتجربها هنا. ده سوشي ولا ايه؟ ده ديمسم. اسمها ايه؟ ديمسم. ديمسم. اوكي، ده مكون من ايه بقى الديمسم ده؟ ده من فراخ ده ودقيق في هنا، وايه تاني؟ ودقيق وثوم كده. يعني ده مثلا زي يعني فراخ متبله مثلا، حاجه زي كده ولا؟ اوكي تمام، ما شاء الله، جميل. المكان ده موجود هنا في مصر من امتى؟ يعني بقاله كتير؟ ممكن سنه. بقاله سنه. في فروع تانية او في حاجه زي كده؟ هو بس ده الفرع الوحيد اللي موجود؟ ما شاء الله، جميل، ربنا يبارك يا رب. الف الف شكر. واول ما تدخل المكان وقبل ما تدور على السعر او المنتج، في حاجه مهمه جدا جدا لازم ندور عليها، سواء كنا هنشتري من محل او هنشتري اونلاين، وهي العلامه. الكلمه دي مهمه جدا لان للاسف في شركات كتير جدا لو ما لقيتش على المنتج بتاعها العلامه دي اعرف ان الشركه دي يا اما بتستخدم دهن خنزير او بتستخدم جزء كبير من الكحوليات. طبعا اكيد مخالف لشريعتنا الاسلاميه.
الشخص يا جماعه اللي فتح المكان ده هنا انا بعتبره شخص ذكي جدا وجريء جدا عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه انه لعبه لحته حب وفضول الناس ان هم دايما حابين يجربوا الحاجه الجديده والمختلفه. والحاجه الثانيه انه فتح في مدينه نصر، ومدينه نصر هي جنب جامعه الازهر، وجامعه الازهر هي فيها جاليات كتير جدا وكبيره جدا من البلاد الاسيويه، والناس دي دايما بتبقى مفتقده للاكلات والمنتجات بتاعه بلدها، فعشان كده الراجل ده كسب الناس المصريين وكسب الناس الاسيويين اللي موجودين في مصر. والمكان أول ما هتدخله هتحس بالأجواء الآسيوية البحتة، مش بس من المنتجات اللي بتتعرض إنما كمان من الناس اللي بتبيع ومن الناس اللي بتشتري، لأن زي ما قلتلكوا أغلب الناس اللي بتشتري من الدول الآسيوية، الناس الوافدين المغتربين اللي عايشين في مصر. ويا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في التعليقات اللي جرب المنتجات اللي زي كده إيه رأيه فيها، وإيه أجمل حاجة جربها، وإيه هي كمان الأماكن اللي ممكن نلاقي فيها حاجات تاني زي كده موجودة في مصر وحاجات جديدة نقدر نكتشفها مع بعض. وفي نهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.